يا فؤادي طفى. مرثية من كلمات الشاعر فيصل محمد الحصماني، وهي الرثاء في وفاة والده الأستاذ محمد أحمد غالب الحصماني، والذي وافته المنية في يوم الجمعة 9 من رمضان 1445 هجرية. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أدى شاعر حصن حمير مطهر كنديش. تم التسجيل في استوديو السروري الفني. أبو شرف قال لنا وراك يا فؤادي طفى، من بعد فقدان دفء الشمس وضوء الهلال، كيف يكون التعايش بين برد الشتاء، وكيف ماشي لحولك دون نورك محال. ابني على من فقد دفئه ونوره متى، مكان محتاج تصبح عيشته في نكال. ابني على نور عيني لهفتي لهفتا، قبل المطارد من أرض دون بيتا ومال. لو شاف حالي عدوي بيقول رحمته، كيف صار حالي بفقد الأرض يا خس حال. الله يعصم فؤادي في المصاب ذي هدى، والله يعظم لمن حب سنين طيال. في فجر جمعة بشهر الصوم بعد الغداء، رنه أتتني وخاطبني بصدق المقال. في يوم ثامن فقدنا الأب يوم أسودا، وتلبد الجو عندي وانشغل كل بال. الحمد لله على وما قدره نحمده، بتحمده رغم جرحي حمد في كل حال. هذه مقادير ولو لي جهد اكون الفداء، ما قد برجع وبقدم حياتي فدال. يا قارة الله ويش الفجعة حين بدا، في ناظري رزع ظهري منتهي لا مجال. قبلت راسه ومتحود يمد اليدا، محاولا ثانية فمي لا يتم الوصال. كان يحترمني زيادة ما دفاعه جفا، وكنت أصمم أقابل خامته بابتهال. وحين وصلته وقابلته وكان لا حدا، انهى لي دمعي وقلبي ارجف الحس مال. خرجت مسرع وصوتي مجهشا بالبكاء، للمقبرة شفت قبره منتظر لا جدال. ايقنت في موت ابونا باخر المرقدة، فرست رجل من الدنيا وطول النزال. الله يطيب ثرى الوالد سليل الهدى، والله يرحم عظامك يا حسين الخصال. الموت لا قد أتى أو يطول البقاء، والخلد لله وبين آدم مآله زوال. قد والدي جاب ربه حين جاه النداء، وغادر الفانية صايم وشاد الرحال. ما يفطر إلا بعلي مع أحمدا، والآل الأطهر بإذن الله رب الجلال. قضى حياته مع القرآن لين اللقاء، كم علم أجيال دين الله ما قد ضمال. كان جل همه كتاب الله به يرشدا، ويوصي الناس تتمسك بزين الفعال. الحي كامل ومغرب عن سلاح يشهدا، كم علم أجيال كتاب الله وشد النضال. الله يضاعف ثوابه ما اختفى أو بدا،
ويجعل في جنان الخلد بين الظلال. يا رب تكرم وفاته من أتاك مفدا، وتغمره من نعيمك ما يفوق الخيال. أنت الكريم وأنت الرحمن تتغمدا، بالعفو صالك وغفرانك وإليك المآل. يا رب عينك تجعل والدي صرمدا مع النبيين خير الخلق وأهل الكمال.